يشهد الموسم السادس عشر من برنامج ماستر شيف الأمريكي، الذي جاء تحت عنوان التحدي العالمي، منافسة قوية بين طهاة هواة مقيمين في الولايات المتحدة. ويسعى المشاركون في هذه النسخة إلى إبراز جذورهم الثقافية وتراثهم الغذائي أمام لجنة تحكيم بارزة تضم الشيف جوردون رامزي وجو باستيانيتش وتيفاني دايري. وقد صمم هذا الموسم بأسلوب يشبه كأس العالم، حيث تم توزيع المتسابقين حسب مناطقهم الجغرافية الأصلية: الأمريكتان، أوروبا، إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ. ويهدف هذا التقسيم إلى تشجيع الطهاة على تقديم أطباق تعكس هويتهم الثقافية من أجل الفوز بالطاولة البيضاء التي تؤهلهم للانتقال إلى المراحل التالية. وفي ختام الليلة الثالثة من التصفيات المخصصة لمتسابق القارة الإفريقية، لفتت المغربية نورا الأنظار. نورا، البالغة من العمر 35 عاما والمقيمة في لاس فيكاس، كانت تعمل سابقا كعارضة أزياء قبل أن تترك المجال وتتفرغ لشغفها بالطبخ المغربي التقليدي. وقد اختارت نورا تقديم طبق طاجين اللحم بالبرقوق مع إضافة لمسة من الكسكس، ووصفت طبقها بأنه يعكس شخصيتها الجريئة بفضل المزج المتوازن بين النكهات الحلوة والمالحة. وحظي طبقها بإعجاب كبير من لجنة التحكيم الثلاثية، التي أشادت بغنى النكهات وأصالة الوصفة. وبفضل هذا الأداء حصلت نورا على الطاولة البيضاء، وتأهلت إلى المراحل المقبلة من المنافسة لتواصل تمثيل المطبخ المغربي على منصة هولو.